السلام عليكم. بالله عليك يا شيخ، أريد أن أفضفض لك قليلا وأذكر لك بعض ما أعتقده في الشيعة. يا أخي، لم أجد شيئا جميلا في الشيعة والله العظيم. أنا بالنسبة لي الشيعي يعتبر يعني أبغض من اليهودي والنصراني والمجوسي وكلهم، يعني لأسباب ليس يعني أنه افتراء أو تجني، وإنما أسباب واقعية وكل الناس يعرفها. مثلا الشيعي دائما يدعي أنه مقاوم، أنه قائد المقاومة، تمام، والناس كلهم عارفين أنه جاء مع الدبابات الأمريكية، وأنه لحد الآن ينام مع الأمريكان في نفس الفراش، وأنه يستقبل القوات المتعددة الجنسيات، وأنه حارس حدود إسرائيل وسلم لها مزارع شبعة والجولان والنفط اللبناني رغم ما عنده من أسلحة وصواريخ، ولكنه قرر العمالة حتى باعتراف القادة حق حزب الله مثلا يقولون أنه عميل وأنه أصبح حامي لإسرائيل. أيضا الشيعي مثلا عندهم أصنام يا أخي، أصنام مثل أصنام قريش، صنعوا أصنام في العراق تماما يطلبون منها الفلوس والحوائج والشفاء. صنم مثل بشكل هيئة العباس كما يدعون، وصنم الحسين، وخروف يطلبون منها الحوائج، وعمود كهرباء يطلبون منها وحاصودة وخرق، كل شيء يعبدونه إلا الله عز وجل. أيضا الشيعة يا أخي فيهم فساد عجيب وغريب، يعني يقول لك الأموال حق الدولة مجهولة المالك، ولذلك يعني شوف كيف إيران مدمرة، والعراق مدمر، ولبنان وسوريا واليمن كلهم سرق، مجرد ما يمسك الحكم يلهط أي شيء أمامه. ولذلك يعني حتى ما يرحمون يا أخي، حتى لو كان البلاد فقير والناس يموتون جوع يظل يسرق. وهذه يعني فتاوى من السيستاني نفسه يقول أن أموال الدولة مجهولة المالك. أيضا الشيعي يطبر ولده ويسلخه بالسكين، لا رحمة ولا شفقة. حتى شفت زينبيات تطبر ولدها، أين الأمومة؟ أين الأبوة؟ ما فيش. ويجلدون أنفسهم ويضربون أنفسهم بالسكين، مع أن أهل البيت نهوا حتى عن الضرب على الفخذ. من لطم على فخذه في مصيبة حبط عمله. لأنك عندما تلطم في مصيبة فأنت تعترض على الله، تقول ليش تسوي هذا يا الله. الشيعة يعتبرون معترضين على أقدار الله، تمام. أيضا يا أخي الناس يموتون، مثلا الشيعة يموتون جوعا، وفي نفس الوقت يبنون القبور والمزارات بالذهب، مع أن أهل البيت أصلا نهوا عن ما هو أقل من هذا، نهوا عن البناء على القبر، نهوا عن التجصيص، نهوا عن التزيين، فالشيعة جاءوا بالذهب، مع أن أهل البيت أصلا كانوا زهاد، ما يحبون الترف ولا يحبون شيء في حياتهم، وكانوا يلبسون المرقع، وكان أمير المؤمنين عين يخصفون عليه، وكان خاصف النعل، يعني يرقع نعله يا شيعة. كيف لو كان علي بن أبي، والله العظيم يا شيعة لو علي بن أبي طالب موجود قسما بالله لا يربينكم تربية. سيقول لكم يا شيعة أنا ما كنت آخذ من أموال الأمة علشان أشتري لي نعل، وأنت بعد ما مت تبني الحجارة وتزينها بالذهب. إيش هذا يا شيعي يا موالي؟ أيضا يا أخي الشيعة عندهم قال لك الولاية تكون من أهل البيت خالقين رازقين ومسيطرين على الكون، وفي نفس الوقت خائفين وجائعين وعطشانين. ويذهب الشيعي إلى قبر زينب يحميه ثم يطلب منه الحماية. كيف هذا يا شيعي؟ مثل قريش عندما كانوا يطلبون الفلوس والحوائج من الأصنام ثم يحمون الأصنام. شنو هذا؟ أيضا الشيعة يا أخي فيهم عدوان وظلم عجيب غريب، يعني السني ماشي بعد حاله وهو يجلس يكيد ضده ويخطط ضده ويقول له يا سني أنت قاهر العترة الخالقة، أنت مكسر أضلاع العترة الخالقة، أنت مسردب المهدي. حتى لو ما عملت بشيء، حتى لو أحسنت إليه، حتى لو حميت حسينيته، حتى لو حميت دور عبادته، حتى لو أعطيته حرية، جالس حاقد عليك، لأنه يعتقد أن السني هزم علي بن أبي طالب خالق الشيعة. يقول لك يا سني أنت هزمت خالقي، وقيدت خالقي، وسردبت حفيد خالقي، وضربت زوجة خالقي، وجوعت خالقي ورازقي. المهم كمان يا شيعة الخرافات عندما تجتمعون في الحسينية كلها كذب. واحد يقول لك شاف المهدي عجف في الحج يتكلم بلهجة أريزونا، واحد يقول لك شافه في كورنيش الكويت، واحد يقول لك شافه في إيران، واحد يقول شافه في البحرين، واحد يقول لك الزهراء ظهرت في البرتغال، ومرة ظهرت في البحرين، ومرة ظهرت، واحد يقول لك شاف العباس. المهم كذب على أهل البيت ليل ونهار وحق. يعني شفت يا شيخ أنت أكثر كذاب على أيضا القبور الوهمية يا أخي، قبور وهمية لا تنتهي، كل شوية يبنون قبرا جديدا، قبر سميكة، قبر خضروات بنت الحسن،
قبر السيد صاروخ الموسوي، مربط حمزة، أشياء لا تنتهي. قد طارت الإمام علي، طقعات ما أدري، كل شيء كذب على أهل البيت ومتاجرة علشان النذور. أيضا يا شيء عندك التقليد الأعمى الذي هو شرك. يعني السيستاني الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف العربية ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يتنفس ولا يعني جامد يابس، تجعله مثل الله. الراد عليهم كالراد على الله. أفكار غريبة وعجيبة قسما بآيات الله. يا أخي هؤلاء الشيعة، ماذا أنتم من قوم يا شيعتنا الأقداس؟ أيضا الطقوس مثل التطيين، مثل الزحف، مثل النباح، مثل الكلاب، مثل أشياء غريبة عجيبة. كل شيء غريب فيكم يا شيعة ما كان موجود عند أهل البيت ولا. تمام. أيضا يا شيعة أنت تعرف أن حياتك كلها تتوكل على الآئمة، حياتك تعلم، بدل ما تقول يا الله تقول يا خولة، مع أن خولة وهمية، شريفة وهمية، خضروات وهمية، كلها وهمية. بدل ما تترك الله تذهب إلى القبور الوهمية، وعندما تحلف ما تقول والله مثل بقية المسلمين، وحق ضلع الزهراء ورأس العباس ويد الباقر وخيشوم ما أدري من، هكذا قطع غيار. إيش هذا يا شيعي موالي العترة الخالقة؟ شنو هذا؟ يعني صدقني والله يا شيعي. أيضا الكذب يا أخي، يا شيعي يكذب دائما، كذب ليل ونهار، كل واحد يكذب على ثاني، يكذبون على أنفسهم ويكذبون على غيرهم وباهتوهم. يعني إيش الأخلاق هذه يا أخي؟ قسما بالله والله العظيم إن الكافر أفضل يا أخي. الكافر ثقة في العادة، يعني إنه يقول لك كافر لكنه ثقة، تقدر تتاجر معه، يكلمك بالصدق. الصدق هذا أجمل شيء في الإنسان. الإنسان الكذاب والله ما يسوى فلس. قسما بالله يا شيخ، لو كذبت علي أو كذبت على صاحبك مرة خلاص تصبح غير ثقة، ما حد يقدر يتعامل معك، ما حد يقدر يبني معك مشروع ولا متجر ولا شيء، خلاص كذاب أنت، تكذب. الله يقول ألا لعنة الله على الكاذبين، ما بالك بالكذابين الذي يكذب ليلا ونهارا. أيضا الشيعة عندهم المتعة يا أخي، دائما يقول لك السيستاني يجوز امتهان المتعة. تخيل الزينبية بدل ما تعيش وتطلب الرزق بعرق جبينها، اي والله اي واحد يبغى يبحث يكتب في جوجل السيستاني يجيز امتهان المتعة، هذا في موقعها الرسمي. كيف يعني؟ تخيل الزينبية من وهي طفلة إلى 70 سنة 80 سنة، كم في الوظيفة هذه؟ وظائف يا شيعتنا وظائفكم جميلة. هذا دليل على أن الشيعة لا يثقون بأضلاع الزهراء ولا يثقون بأمير المؤمنين عين ولا يثقون بأحد، وإنما يطلبون الرزق بالمتعة، يتاجرون بالمتعة، أرواحي لها الفداء. أيضا يا شيعي تعتقد أن أهل البيت يرونك ويسمعونك دائما حتى في ليلة الدخلة، وهذا من أغرب الأشياء. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ليش الإمام علي عندكم يرى ويسمع كل شيء ويتجسس على البشرية؟ إيش الفائدة؟ إيش يستفيد ويسمع كل شيء، حتى المراقص، حتى يعني الأغاني كلها الآن يسمعها أمير المؤمن والمهدي عج. ليش عندكم يا شيعة أن الإمام يتجسس على الناس بث مباشر؟ إيش يستفيد عندما يشوفني؟ أشياء غريبة يا أخي فكر الشيعي. أيضا الشيعي يعتقد أن الإمام يخلق ويرزق ويدير الكون ويسمع الدعاء ويقضي الحوائج، حتى لو كان مقيد، حتى لو كان مطعون، حتى لو كان أرمد، حتى لو كان مذاء، حتى لو كان في سكرات الموت، حتى لو كان نطفة في بطن أمه، حتى لو كان جنين، كل يعني شنو هذا يا شيعي؟ قسما بالله لم أرى أغرب من الشيعة أبدا، بتاتا البتة. أيضا يا شيعي ايش اقول لك يا اخي؟ شفت شيعي والله العظيم يقنص نفسه بالرصاص، يقول لك حزنا على الحسين. اشياء غريبة وعجيبة. بعدين يا شيعي يقول لك من عزى بعد 3 أيام فقد جدد المصيبة. كيف تعزي؟ هل في واحد عزي؟ يعني لو كل واحد قتل مثلا هل نعزي ونبكي ونلطم؟ طيب على كم تلطم؟ عندك أنبياء قتلوا وذبحوا، عندك علي بن أبي طالب قتل، عندك الحمزة، عندك يحيى،
عليه السلام ذبح، ليش ما تلطم عليه؟ المفروض أنك تلطم نفسك ليلا ونهارا بدون توقف. يا أخي أنت يا شيعي أقسم بالله من أغرب مخلوقات الله. أيضا الشيعي يقول لك أنا لا أقبل الدين إلا من معصوم، وبعد ذلك يأخذ الدين من زرارة الذي هو كافر لا يعرف إمامة الكاظم، ومن أبو بصير المختلط، ومن النواصب، ومن عفير، وهو دائما العصمة، ويقول لك أن أهل البيت كذابين وعندهم تقية وينقلون الفتاوى تقية. طيب أين العصمة إذا كان كلام أهل البيت تقية؟ إيش استفدنا من العصمة؟ أيضا يقول لك الشيعي إن الإمامة شيء يعني مفروغ منه، مذكور في القرآن وأساس الدين، ثم يقول أنه كان سري، وأن الآئمة أنفسهم كانوا يخفون إمامتهم، ولا أحد يعرف الإمامة بسبب إخفائها من قبل الآئمة. مرها الإمامة أصل الدين والنبي أوصى بها وذكر أسماء الآئمة، ومرة لا يعرفها أحد، وكل ما مات إمام أصحابه يبحثون عن الخلف بعده. يعني شوف تناقض في كل شيء. أيضا الشيعي يقول لك أنا لا أتمسك إلا بالعترة ولا أخذ الدين إلا من العترة، ثم يأخذ من مراجع لا يصلون أصلا ولا يفهمون العربية. كيف يا شيعي تأخذ من السيستاني وهو لا يعرف العربي ولا يتكلم ولا يرد السلام؟ كل من يكتب عنهم غيره، هو لا يكتب أي فتوى ولا يتدخل في شيء. يا أخي ما أضعف عقل الشيعي وحقي. الله أكبر يا شيعي. أيضا الشيعي يعتقد أن المعصومين جاءوا لتوزيع الفلوس والحوائج والخلق والرزق والتدبير، ولكنهم لا يعطون الناس كتاب صحيح، وهذا من أغرب الأشياء والله العظيم. تخيل المهدي عاجي يصلي معك ويأكل معك ويشرب معك ويأتي معك الحسينية ويطبخ معك يعني مثل أعز أصحابك، وفي نفس الوقت يقول لك يخفي اسمه حتى على أصحابه. طيب ليش يخفي اسمه؟ طيب يا أخي ليش النبي الذي حياته أهم ما يتخبى مثل المهدي عجي؟ وعلي بن أبي طالب الذي حياته أهم ما كان يتخبى مثل المهدي عجي. شفت يا شيعي؟ أيضا الشيعي يقول لك الذي ما يمارس التقية فهو كافر، والحسين لم يمارس التقية، يعني الحسين كافر والعياذ بالله. المهم يا شيعي وحق، صدقني إنك من أغرب المخلوقات التي رأيتها في حياتي.